صباح الفل عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحة وخير. شايفين القرص الطرية الجميلة دي؟ هنعملها مع بعض بمكونات سهلة وبسيطة، ونمشي بخطوة خطوة مع بعض. هنطلع ان شاء الله قرص هشة وقطنية ولذيذة جدا جدا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني وتدعموني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير. يلا نسمي الله ونشوف مع بعض القرص الطرية الهشة دي عملناها ازاي. اول حاجة في العميل القرص زيها زي الفايش، يعني خميرة السمسم، خميرة السمسم او الفول او الحمص. تمام. بس الفيديو بس قطع معايا. انا حطيت 3 معالق سمسم، عليهم معلقة سكر، وجبت كوباية ونص لبن بيغلي من على النار، ونزلت بيه عليه، وهغطيه زي ما انتم شايفين كده، والفه بكذا فوطة مطبخ، واحطه في مكان دافي 24 ساعة. بعد ما تختمر معايا بعد ما تختمر معايا هوريكم برضو شكلها هيختمر، هيبقى شكلها عامل ازاي. دي اول خميرة لعميل القرص، ودي طبعا اهم خميرة لازم تنجح معايا يعني وتختمر كويس علشان تطلع معايا القرص جميلة وهش. تمام. هسيبها 24 ساعة في مكان دافي، كل شوية اشغلها الفرن الميكرويف لحد ما تختمر معايا. بصوا بقى لما اختمرت ما شاء الله عليها، اختمرت معايا. حابة اوريها لكم ازاي تعرفي انها اختمرت معاكي، تبقى فصلت بالشكل ده. تمام. هنبتدي دي بقى تاني خميرة. احنا اول خميرة زي ما شفنا مع بعض عملناها ازاي، هنبتدي بقى نعمل مع بعض تاني خميرة. لو كنتي اول مرة بتعملي فايش، هنبتدي احنا النهاردة هنعمل ب2 كيلو دقيق. لو كنتي اول مرة بتعملي فايش يبقى هتعملي الخميرة التانية اللي انا هوريها لك دي بنص كيلو دقيق. لكن لو اول مره حطي نص كيلو، لو مش اول مره حطي 3 كوبايات دقيق. انا هعمل لك النهارده على اساس انك اول مره تعملي فايش او قرص او اي حاجه، فهنبتدي نعملها بنص كيلو دقيق. زي ما انتم شايفين هنزلها في بوله تانية، وهحط عليها نص كيس من الدقيق، واحط عليها كوبايه ميه دافيه، ونقلبها كويس قوي، ونسيبها برضو في مكان دافي لحد ما تختمر، وتبقى قوامها عامل زي الزلابيه كده او اتقل شويه. ونسيبها برضو في مكان دافي، يعني هتاخد لها ساعتين 3 لحد ما تختمر. مختلفه عن الخميره الاولانيه بتاخد يوم، دي لا بتاخد ساعتين 3. زي ما قلت ان انا هاخد 2 كيلو دقيق في عميل القرص دي، فانا اول حاجه هاخد نص كيس دقيق. وزي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده، ان اهم حاجة الدقيق يكون نوع كويس. كل ما الدقيق يكون نوع كويس كل ما هيطلع معاكي قرص جميلة وهشة ولذيذة جدا جدا جدا. تمام. هقلبها كويس قوي لحد ما يبقى قوامها عامل زي الزلابية كده، واسيبها على جنب تختمر. في الوقت ده انا هجهز بقى ايه معايا المكونات السايلة. هي ان هحط في بولة تانية، هحط كوباية سمنة، كوبايتين لبن دافي، نص كوباية سكر، ونص معلقة من الكركم. حابة اقول لكم السكر عايزة تزوديه براحتك، يعني عايزة تحطي اكتر من نص كوباية سكر، عايزة تحطي كوباية سكر او كوباية الا ربع، برضو براحتك. والكركم ما تزوديش كركم عشان ما يبقاش معاكي مر او حراق، او طعم الكركم ظاهر قوي فيه وبيبقى مش حلو. هي كفاية قوي نص معلقة، او يعني اقل كمان من نص معلقة شاي على المكونات دي. تمام. يبقى حطينا كوبايتين لبن، نص كوباية سكر، مع كوباية سمنة. وطبعا يا ريت لو يبقى السمنة نوع يعني بلدي، او يعني نوع حلو، يعني زبدة سمنة، بتدينا طبعا طعم وريحة للقرص جميلة جدا. هقلب كل المكونات السايلة دي مع بعضها كده كويس قوي لحد ما السكر يدوب، واسيبها كده على جنب. في بولة تانية هجهز المكونات الجافة. زي ما قلنا احنا هنحتاج 2 كيلو دقيق، خدنا منهم نص كيلو في الخميرة التانية. في بعد كده هحط في بولة كيلو ونص من الدقيق، عليهم رشة ملح، وهحط كمان نص معلقة بيكنج باودر. ما تكتريش برضو البيكنج باودر. بصوا زي ما شفتوا الخميرة اختمرت ما شاء الله عليها، تحفة وجميلة جدا. والمكونات الجافة زي ما بنتكلم، وهنحط حبة سمسم برضو على المكونات الجافة. مش عايزة تحطي سمسم تاني على المكونات الجافة مفيش مشكلة، بس بيدي طعم حلو في العجينة وفي القرصة بعد ما بتستوي. خلاص. هحط اهو كيلو ونص دقيق، النص اللي اتبقى مع الكيلو، مع رشة ملح، مع حبة سمسم،
مع نص معلقة بيكنج باودر، وبعد كده انزل بالخليط الخميرة اللي انا عملته ده على المكونات الجافة واقلبها كويس قوي لحد ما تدوب معايا شوية الخميرة في الدقيق. وبعد كده نبتدي نعجنها، نعجن الخليط كله بقى بالمكونات السائلة. اهم حاجة تعجني كويس قوي علشان المكونات كلها تمتزج مع بعض. واهم حاجة نوع الدقيق يا جماعة يكون نوع دقيق كويس، دي برضو اهم حاجة. بنسيبها برضو تختمر يعني للمرة الثالثة العجينة. وكمان عايزة اقولك ان لما تعجنيها ممكن الدقيق معاكي يكون يحتاج مثلا ربع كوباية مية، ربع كوباية لبن، حسب الدقيق بتاعك. انا الدقيق بتاعي ما شاء الله ما احتاجش غير اللي انا قلتلك عليه ده، بس كل دقيق بيختلف عن الدقيق، يعني بيبقى بيشرب السوائل ولا لا. فانت برضو يبقى مجهزه معاكي كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه ميه دافيه، تشوفي تلمي بيها الدنيا. لازم تكون عجينه طريه وهشه ولذيذه جدا كده معاكي في ايديكي، وبتحسي بيها انتي في ملمسها في ايديكي. بسيبها برضو تختمر. وبعد ما اختمرت هوريكي طبعا شكلها جميله جدا بعد ما اختمرت. وهنبتدي بقى ايه نقطعها مع بعض. اهم حاجة ايه ان التخمير في كل مرحلة، اول مرحلة بالسمسم، تاني مرحلة لما حطينا عليها المية، إيه لما عجنا، ولما ايه هنقطع ونقرص. اهم حاجة التخمير التخمير التخمير. التخمير بيساعد ان هي تبقى هشة ولذيذة. تمام. بعد كده هنبتدي بقى نقرصها، وبعد ما نقرصها يعني نقطعها كور ونحطها في الصاج. بعد ما تقطعيها كور وتحطيها في الصاج تدهني وشها بالسمنه. بصوا ما شاء الله على العجينه، الله اكبر عليها، مختمره وجميله جدا. زي ما بقولك بعد ما تقطعيها وتقرصيها وتقطعيها في الصاج، اهم حاجه تحطي على وش كل قرصه سمنه، يعني هي تحب السمنه قوي. وايه تبعدي بين كل قرصه وقرصه في الصاجه. وزي ما انتم شايفين انا دهنه الصاج كمان. ومش بنبطط القرصة بعد ما نحطها في الصاج قوي، يعني لا، يعني هي حاجة بسيطة كده بإيدينا كده ايه، يعني نبططها بحاجة بسيطة كده. وبعد كده برضو هسيبها آخر تخميرة، هسيبها في السيجان يعني آخر تخميرة. بعد كده بحطها في الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي في النص. بعد ما تاخد القعر بتاعها يبقى ذهبي كده وجميل وتستوي من جوه، بنبتدي نشغل لها الشواية. لو احتاجت فرنك في شواية، الشواية شغالة مع الفرن من تحت مفيش مشكلة، يبقى انت مش محتاجة ايه ياخد اللون من فوق. ما شاء الله ب2 كيلو دي عملنا كمية حلوة، عملنا كمية محترمة جميلة جدا. لو أول مرة تعملي وجربتي في 2 كيلو دقيق، إن شاء الله مع الخطوات دي هيطلع قرص تحفة وجميلة وهشة ولذيذة جدا جدا جدا. بعد ما خلصت وحطيتها في الفرن وطلعت هوريكم بقى شكلها وريحتها، بصراحة جميلة جدا جدا. قرص هشة ولذيذة ومفيدة جدا. وب2 كيلو دقيق عملنا يعني قرص بسم الله ما شاء الله عليها. يا ريت تجربوا الطريقه دي وتمشي مع الخطوات واحده واحده، وما تخافيش مش هيبوظ معاكي لو مشيتي واحده واحده معايا كده. بصوا ما شاء الله عليها، الله اكبر. ما تخافيش انك تقولي لا مش هعمل قرص مثلا، مش هعمل فايش. لا لا، يعني اعملي وما تقلقيش. وزي ما قلت لك اعملي ب2 كيلو دقيق وهيطلع معاكي قرص هشه ولذيذه وجميله جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واستفدتوا من تجربتي في عميل القرص. لو كنتوا عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت في التعليقات يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. وشكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامة.